مع ان عادي في بنات كتير زيي وفي سني واكبر مني ولسه ما حصلهمش نصيب، ورغم ان كل واحد بياخد نصيب. جالي واحد عنده 59 سنة، هو متجوز ومراته عايشة وهي موافقة. انا بنت عندي 33 سنة، ما اتخطبتش ولا حصل لي قبل كده ان حد جه يتكلم عليا. الموضوع ده مسبب لي مشكلة، ودايما اهلي محسسني ان انا السبب فيه، رغم ان مفيش حد اصلا جالي. يعني انا ما رفضتش حد قبل كده، ولكن دايما بسمع منهم كلام زي السم، بيحسسوني ان انا خلاص، ان قطر الحياة بتاعي خلاص. مع ان عادي في بنات كتير زيي وفي سني واكبر مني ولسه ما حصلهمش نصيب، ورغم ان كل واحد بياخد نصيب. جالي واحد عنده 59 سنة، هو متجوز ومراته عايشة وهي موافقة، وكمان ولاده في سني. اهلي بيضغطوا عليا ان انا اخده عشان خاطر هو الوحيد اللي جالي، فمضطرين ان يقولوا لي وافقي غصب عني. مش عاجبني الموضوع ده، ولكن انا مش عارف اقول لاهلي ايه، رغم ان انا كنت بقول لهم ان انتوا كنتوا دايما بتقعدوا تقولوا لي ان قطر الحياه ومش قطر الحياه، انتوا ليه هتخلوني اخد؟ ولكن هم بيجبروني ان انا لازم اتجوزه عشان خاطر هو الوحيد اللي جالك، فانت لازم تقبلي بيه. فانا كنت محتاجه ان انا اعرف رايك اتصرف ازاي في موقف زي ده، رغم ان انا مش موافقه. وكنت محتاجه الناس اللي عندك تقول لي خليني افكر حضرتك، لو حضرتك اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصل لك كل جديد. اما بالنسبه للراي، انا لو قعدنا نسمع كلام الناس مفيش واحد فينا هيقدر يكمل يوم بصراحه. الناس ما بتعملش حاجه في الدنيا غير ان هي بتقعد تتكلم على بعض، الاخوات بتتكلم على بعض، العمات، الخالات بتتكلم على بعض، كل الناس ولكن اللي ينفض بقى، اللي يسمع الكلام ويفضل يرمي ودانه للناس مش هيقدر يعيش. ولكن هي الحياه لازم تستمر. المهم في الموضوع ايه؟ ان انت لازم تبقى عندك قرار، تستني وكده كده ان شاء الله نصيبك هيجيلك. مش معنى ان جالك واحد سنه كبير وهي دي الفرصه الوحيده اللي جاتلك فانت معنى كده ان خلاص مفيش حد هيجيلك تاني. لا طبعا، اكيد لازم تبقى مؤمنه ان ربنا هيجيب لك نصيبك لحد عندك. لكن ان انت تاخدي واحد 59 سنه، في حاجات كتير لو اتكلمنا فيها ان مش متوافقه اصلا، يعني ولا سن ولا تفكير ولا اي حاجه خالص. يعني هو واخد بالظبط بنت اضافيه لاولاده، انت بتقولي ان هما نفس السن، فليه تضيعي عمرك؟ يعني ليه؟ بالراحه كده وبالعقل. يعني انت ايه اللي بيها في دماغك بالراحه كده. انا عارف ان انت مش موافقه، ولكن لازم تقولي لاهلك لا انا مش عايزاه. يعني هو عشان خاطر ما جالكيش اي حد خالص، اول ما يجيلك بقى حد بالسن ده فانت توافقي على طول. خليكي على رايك واثبتي على اللي انت عايزاه، وقولي لهم لا انا عايزه واحد اكمل معاه حياتي. الاعمار بيد الله، ولكن انت لازم تاخدي حد في نفس، على الاقل في نفس سنك، قريب من سنك، اكبر منك شويه، لكن مش الفرق الرهيب ده. ده رأيي. والناس لو عندها رأي حاجة في حاجة تاني ممكن اتناقش معاها في الكومنتات ويقولوا لي رأيهم.